في الوقت الذي نحن نؤكد أننا أمة واحدة يظهر سفهاء وحمقى ومغفلون ليس لهم دين يشمتون بإخواننا الذين أصيبوا بالمصيبة. الإمام الترمذي يروي عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قوله: لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك، الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. في حديث: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. إذن حذاري، اكتب روحك سيدي، اكتب روحك، ذنوب بزاف إلا سقمت قبرك راك هايل. سفهاء احنا نديروا منشور، احنا واش قادرين نديروا؟ رحم الله قال لك: ما أحلى الزلزال. طيب بنادم انت اليهود يبعث مساعدات وتقول لي ما أحلى الزلزال؟ قال الحافظ ابن القيم الجوزية: ومن الكبائر الفرح بأذى المسلمين والشماتة بمصيبتهم. يوم من كبائر الذنوب تشوفني صار لي مشكلة، ولا تقست، ولا تجرحت، ولا خسرت، ولا تكلموا فيا الناس وتشمت بيا، هذا ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، يعني ذنب غليظ وما عندكش رحمة ربي. نثبت لك أنك مجرم يا من شمت في بعض إخواننا، حاشا مش بزاف اللي شمتوا باش نكونوا واقعيين، ما هما عندهم يشمتوا بين على حاجة تافهة، يغلبوك في البالون ينوضوا يعلقوا هاك شيء، حاجة تافهة بالون كاين منه ومنه. قلت لك رانا راسة واحدة. واحد القرية في إقليم مراكش اسمها أمندار، النساء والرجال عزموا على بناء بيت لله، مسجد. النساء رافدة 3 برفانات 4، هذيك الكبيرة اللي ما يقولوا لنا 15 ولا 20 ولا هكذا، هزته واحدة اللي هزة وليدها وهزة وصرعوفة. دير في اليوتيوب، ديروا القرية في المغرب التي بنت مسجدا. هذو تشمت بهم كي ماتوا بعد الزلزال، ماتوا جميعا تقريبا. ماذا بقي؟ المسجد. روح شوفها بعد الجمعة. بقي المسجد شاهدا على أنهم بإذن الله بنوا بيوتا لهم في الجنة. تمرة كما هذه تضحك عليها يا سفيه يا حقير، وش البحث؟ ادعوا الشر. هذو خاوتنا ولا ما همش؟ روح شوف اليوتيوب كيفاش طالعين كالنمل، شفت النمال أو الطوف ولا كيف يسموه، هزين ديك وطالعين وبناوا الجامع، والله غير بناوها خير من ديارهم. مش كما احنا كما قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون. الحاجة اللي مش مليحة دنيا يتبرع بها، والحاجة المليحة خليها ليه. هما ديارهم طوب ضايعوا الرابوكل، والجامع قاعد واقف، المنارة صفراء كما نتاعنا هكذا. قرية أمندار. إذن هؤلاء يستحقون الترحم والأسف عليهم والحزن والبكاء في حدود الشريعة، وليس الشماتة بهم يا أخي. بارك الله فيك. لازم نتأدبوا، لازم نتربوا، لازم نتخلقوا بأخلاق الإسلام، بعيد عن أي مهاترات سياسية وخلافات حكومية أو نظامية.